ورجعنا لكم بجزء جديد من مصطبة الأوتاكو مع فريق ايتيو كلاود، ايجي ودينا ومورجان وباسم اخويا الكبير وانا. طبعا هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده عن مواضيع بتضايقنا احنا كصانعين محتوى، ومواضيع تانية مختلفة طلبتوها مني قبل كده كتير في الكومنتات. ولو عايز نستمر في مصطبة الأوتاكو وصل الفيديو ده ل1000 لايك يا صديق الأوتاكو. انا مش طماعة، واحب اقول في الاخر ان الفيديو ده برعاية مصر مانجا ستور، اللينك بتاعهم برضه هتلاقيه في الديسكريبشن. الناس دي بتعمل مانجات ونوت بوك حلوة جدا، روح عندهم وقول لهم انك من طرفي. مش هطول عليك اكتر من كده، يلا بينا نشوف الخناقه الجميله بتاعت مصطبة الاوتاكو. يوش ايكيموشو. مالكم كلكم بس اللي كده. طب يا جماعه هنبتدي دلوقتي مصطبة الاوتاكو بتاعتنا. احنا قاعدين محدش بيتفرج علينا، هنرغي ايه؟ محدش بيتفرج علينا، احنا هنقعد نرغي، اللي عاجبه يسمع، عاجبه مش عاجبه براحته. لا براحته. تمام، اهم حاجه لو عاجبك يعمل ايه؟ لايك، سبسكرايب، كومنت، شير. بلوك ايه؟ تفعيل زر الجرس. كنا وقفنا المره اللي فاتت، كنا عايزين نسال سؤال حلو كده. تمام، خاصه واقع على البنات اكتر. ماشي. ايه السؤال؟ مش فاكرين. طيب انا هفكركم. بتعملي ايه مع الكومنتات الوحشه؟ وعملت ايه اول مره لما لقيتي مثلا حد بيشتمك باهلك بيكي؟ اول مره حد لقيته شتمني باهلي انا بطلت اعمل فيديوهات. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان ساعة 2020 لما طلعت بوشي وكده وكل حاجة، وبدأوا كلام زي اللي هو أهلك سايبينك ليه كده. أنا مش فاهم يعني إيه أهلك سايبينك كده، بعمل إيه؟ ازاي يعني سيبك بالموبايل؟ بالظبط اللي هو أنا ويعني هي البنات بقى اللي هنقعد نسمع كلام منهم خلاص يعني. طب معلش يعني ما تسمعوش على المطبخ الكلام ده. اللي هو فين أبوكي؟ فين إخواتك؟ انا مش فاهمه ايه الغلط اللي انا بعمله بصراحه. يعني انا فاتحه كاميرا بتكلم في موضوع، في مشكله في كده؟ ايه الغلط بقى اللي انا بعمله؟ سلمى برضه بتفتح الكاميرا. طب ايه اسوأ كومنت يا ايه جالك وانت حسيتي بعديه فعلا زي ما انت تقولي كده خدت قرار ان انا مش عايزه اكمل؟ لما لقيت اهلي بيتشتموا بصراحه حسيت ان الموضوع لا ما انا جايلك. بجد يعني انا مش. وبعدين انا مش طالعه بقول لحد حاجه يعني. انا كنا بنتكلم في معلومات عامه، ما كناش بنتكلم في الانمي لسه. فلقيت اهلي بيتشتموا فانا قمت قايله خلاص انا مش هطلع بوشي، انا هعمل فويس اوفر. بدات اعمل فويس اوفر وكل حاجه بتشتم برضه. بالظبط بالظبط انا مش فاهمه بتشتم برضه. طب صوت المرأة عورة. بالظبط لدرجه يا جماعه ان انا والله رحت سالت فعلا هو صوت المرأة عوره. انا رحت سالت في دار الافتاء. في دار الافتاء هو فعلا صوت المرأة عورة يعني هو. طب قالوا لك ايه؟ لا قالوا لي لا. ماشي كمل. الحمد لله يعني هم ادوني مبررات يعني، بس انا ناسياها. ايوه. بس انا ممكن اطلع بصوتي عادي يعني. فانا خدت وقت عقبال ما رجعت ارجع بوشي تاني. ده انا ما اعرفش دينا عملت ايه بصراحه. طب ماشي. بص يا دينا، انا مش هقول لك اسوأ كومنت. ايه الكومنت اللي خلاكي فعلا نايمه عايزه هتخبط راسك في السما من الضغط؟ هو لغايه دلوقتي ما حصلش. الحمد لله. الحمد لله ما حصلش. وفي حاجات بتضايقني طبعا. اللي هو انا بجد انت بتجيب الجراءه منين ان انت تبقى قاعد بتروح كاتب حاجه تضايق حد؟ يعني انا لما بشوف حاجات كتير بتضايقني خلاص ما بعمل بلوك، بمشي بعمل اي حاجه. بقعد افكر انت ازاي بتجيب الجراءه، وازاي بابا وماما ربكش، وازاي ما شفتش تعلمتش دين، ولا فتحت مثلا يوم الجمعه كده درس شفت فيه بس اكيد كان عندك فيديو شتمت عليه كتير دي. مضره. لا احكي لنا قصه مضره ده. كنت لسه بادئه في التيك توك جديد، فاللي هو فاكره بقى ايه الناس بدات تاخد عليا ولطيفه وكده، فانا فاكره ان انا ممكن اقول اي حاجه. وانت رايك ممكن تقول عادي. الاكونت بتاعي انت ممكن تقول رايك. يعني غلبانه كده بقول يا جماعه في شخصيات انا ما بحبهاش يعني، وشايفه ان الشخصيات دي يعني انا ما بحبهاش. فكان الشخصيات دي منها مضره. فطبعا انا قبلت بهجوم شديد جدا. ما بتحبش مضرة عمك عشان قلت لا، وانا قلت انا ما بحبوش. انا قلت ان هو كان بالونه واتفرقع غلط. بالونه. لا هو مضرب بالون. ما هو فعلا ده اللي حصل حرفيا. هو اللي كاتب قاعد ينفخ وبعدين مين اللي موته في الاخر؟ حاجه غريبه جدا، ما فهمناش مين ده، وكان بايضك وحالته حاله. يعني انت ازاي تعمل في شخصيه انت بنيها كده
وهاله بقى وشر انه يطلع بيضك في الاخر ويموت الموته المهينه دي، ما كانش عاجبني، ما كانش عاجبني الموضوع ده، فاتضايقت. فطبعا وكان ضمن الشخصيات دي كان فيها جرايه برضو، الناس اتضايقت ازاي ما بحبش جرايه، ما كنتش بحب جوجو ساتورو كده من الجماعه بتوع خالف تعرف. لا ما هم كانوا فاكريني كده، انا كنت فاكره فعلا ان انت فعلا ممكن فاكرين ومش فاكرين، انت كده خالف تعرف. لا انا مش بص يا نسمة، انا ما بحبش الناس بصي يا الفاسده، اسمك ايه؟ انا ما بحبش الناس الفاسده، لا. فجرايه بالنسبه لي جرايه فاسد؟ امال ايه؟ ايوه فاسد. ده مطلع الهوكاج السابع، بس مطلع الهوكاج الرابع، بس فاسد. ومطلع ميتين ومحدش عارف يرجعه. راجل قليل الادب ولا لا؟ دي نكره ودي نكره. راجل في القتال انا ايه؟ انا ما اتكلمتش في القتال، انا اتكلمت أوكي. في الشخصيه، انا بحب في الشخصيه. ايوه انا اتفضل فهمت. مايك. فالناس بقى عاملين زي مورجان كده ما فهموش حاجه، وادخل دب 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 في الكومنتات. طب كان في كومنت من وسط الكومنتات دي ما كنتش بقراه ما كنتش بتقري خالص بصراحه، يعني هو ده بس اصحابي كان بيقولوا بقول لك صحابي كان بيقولوا لي يا دينا انت مشتومه في كذا وكذا وكذا، واخواتي دخلوا برضه يشوفوا ايه الكلام، بس هي الشتايم انت كذا كلمه معروفه. دي كانت اول مره فيها. دي كانت اول مره، ودي وقعدت بقى قفلت الكومنتات وطلعت سبت كل الشتايم وقلت لهم انت ازاي تقول لي على المطبخ؟ مامتك واقفه في المطبخ زيها زي انت كده، قصدك ايه؟ والله العظيم كنت فاكره بقى نفسي ايه ساج لايف بقى، ده انت غصاب. عارف الجود جيرل والله العظيم انا استغربت نفسي لما شفت الفيديو اللي هو ايه انت ازاي تقول لي على المطبخ، على فكره مامتك واقفه في المطبخ بوم. كاسب جابا. بس ما ركزتش مع الباقي، لكن الحمد لله ما جاليش حاجه لغايه دلوقتي غير انت كذا يعني انت كرنج مثلا، دي اكتر حاجه بتضايقني. انا مش كرنج بس ايش انا مش كرنج اصلا يعني طب واكتر منصه شتمت عليها؟ تيك توك شتمت جامد يعني كان اكتر حاجه. بص هو بصراحه المنصه الوحيده المحترمه اليوتيوب ده لغايه دلوقتي ماشيين تمام فل. في ناس بتعترض وفي ناس بتتضايق، بس ما فيش شتايم مقرفه زي الانستجرام والتيك توك. يا الانستجرام يا لهوي على الانستجرام. انا عايزك تاخدي الحته دي تمام. اكتر فيديو اتشتمت عليه بكره ديمون سلاير، اتمسح بكرامتي الارض في الكومنتات. اسكت؟ لا، عملت فيديوهين ردا على الكومنتات بمسح بكرامه كل اللي مسح بكرامتي الارض. موضوع منتهي. وبعد ما عملت الفيديو حسيت بالذنب جدا، وقمت بعت رساله لدينا بقول لها دينا هو انا متنمره؟ هو انا اللي عملته غلط؟ هي بس بكرامته من الارض، بس هل يا دين اللي هو هل يا دينا انا خدت ذنوب على اللي عملته؟ طب ما هم ضايقوني. وبعدين انا لما بقرا الكومنت انا بيجي في دماغي رد اللي هو على طول دب كده، اللي هو بلسع على طول. كنت متخيل يا جماعه ان البنات خدت جنب كده وعيطت لا يعني لا، هو مش حوار، انا بعيط في العادي يعني، انا اصلا بعيط. يعني أنا لا اللي هو ايه، انا يعني شفت كومنت وصلني لدرجه اللي هو ايه. لا بص انا بنهار. هو الكومنتات كانت بتوصلني لدرجه هل اللي انا بعمله صح ولا غلط؟ يعني هل ان انا اطلع بوشي اصلا واسمح للناس دي ان هي تشتمني وتشتم اهلي ده صح ولا غلط؟ فانا كنت بتحط في حته طب ما اوقف عشان ابطل اجيب الشتيمه ليا والاهلي. بس انا عامه بقول طب ما انا بمشي في الشارع وبتعاكس يا جماعه، طب ما انا وده غلط بس وبتشتم والكومنت فيعني انا همنع عن نفسي خطر ان انا يجيلي كومنتات سيئه. طب انا الخطر اللي همنعه عن نفسي في الشارع همنعه ازاي؟ هل انا بقى مطلوب مني ان انا لا ده انت دخلتي في مشكله مجتمع. انا دخلت في مشكله مجتمع ومشكله نفسيه. انا اتعقدت يعني مش اتعقدت منهم، انا لقيت نفسي احنا كلنا كبنات احنا يا جماعه. انا بس عايزه اقول حاجه، انا عايزه اقول حاجه لا انا عايزه اقول حاجه، احنا بنتعرض لحاجات الشباب مش بيتعرضوا ليها ولا عمركم هتحسوا اصلا. احنا بنبعت لبعض فيديوهات يعني لا احنا بنبعت لبعض فيديوهات. هو انا عملت حركه اوفر يعني، انا مثلا عملت مثلا بتكلم فقمت عامله كده بقول لدينا هو انا كتفي اتحرك جامد. كل حركه عندنا بحساب عشان المرض النفسي ايوه المنتشر. الطرحه لو في شعرايه خرجت من طرحتي بعيد الفيديو من الاول تاني. مش عارفه ايه فاكره احنا كده يعني السويت شيرت بنغيره ما فيش الكلام ده. انتوا بتواجهوش الصعوبات لا انتوا كده دخلتوا في حته تانية خالص، لان في صناع محتوى تانيين بنات ما بيفرقش معاهم الكلام ده. فاكر هحكي لك موقف. احنا كنا في كامبين انا ودينا، كان في فيديو هينزل الساعه 9 الساعه 9 الا ربع انا كنت ببعت صوره فيديو لدينا تعديل عشان انا مثلا الشكل ما كانش عاجبني ودينا تفهمت. بس انا لو كنت مع حد تاني بس مثلا اخونا كان بيشرف على الموضوع
انتوا بتعطل ماشي، بس افهمنا احنا لا انا ما عارفين تفهمتش خالص. هو ما تفهمش هو انا ما تفهمش تفهمش خالص. هو ما تفهمش خالص وتنرفز. انا وقفت جداً. لها في ظهرها مش جداً. بص، لاول مره دينا طول عمرها يوم ما تبعت لي فويس على الواتساب اخره دقيقتين 3 كده هي عملت اللي عليها بالزياده في الكلام، تمام؟ حرفيا ربع ساعه دينا بعت فويس 17 دقيقه. بدايته انا بقول لك حاجه، في حاجات انت مش هتفهمها برغم ان انت اخوها، تمام؟ ودن عماله بتحكي بقى، والله ده انا مش عارف ايه، وفاكر لما حصل كذا ومش عارف ايه. عارف اللي هو ايه، انا سمعت الفويس، انا سمعته مرتين، يعني انت متخيل ساعه الا تلت بسمع في دينا، تمام؟ ايوه. لا ما هي دي بقى الحلاوه، تمام؟ التصرف حصل سريع، ان كان في حاجه كده اتقصت، تمام؟ والحاجه نزلت ومحدش جه يتكلم معايا الا بعد ما احنا خلصنا. وعشان كده حلاوه البنات في الشغل، تمام؟ وخاصه هم، تمام؟ حرفيا عارفين ازاي امتى هيتكلموا امتى لا، يعني جم يلاموني ويكلموني بعد ما خلصنا الشغل. ايوه انت مش متاخر النهارده، المهم هنرجع لك بعدين، تمام؟ عشان اجي المكان ده. قول 248 جنيه بالظبط اوبر من اكتوبر للهرم دلوقتي. لا هو بس انا عايزه اضيف حاجه كمان. اقول احنا حرفيا لما بنيجي مثلا نقعد في مكان نظبط القعده، مش عارفه ايه نعمل كده، الطرحه تيجي كده. لا انا ما بحسش ان انتوا بيفرق معاكم الموضوع ده على فكره، بيفرق معانا. يعني احنا مثلا ممكن نكرر لقطه في فيديو، زي ما بقول في فيديو قبل كده دينا بعتهولي مشخبطه على وشها كده من الحته دي، وباينه جدا انها مشخبطه. ما بيهمنيش والله. ايوه يا دينا طب ما تصوري تاني. لا مش هصور تاني، انا هشخبط. صحتي ما تستحملش. ايوه عشان خاطر اللي زي دي بالهاي كول. ما هو هاي كول ده ما يبقاش ما هو مش همك حاجه. احنا في الصيف بتبقى درجه الحراره 40 وقافلين المراوح عشان ما في حاجه كمان دينا بتحب تقولها لي، تمام؟ لما بطلب فيديو ولا حاجه عايزه يتعملوا بسرعه، وخاصه من الولاد، تقول لي انا مش فاهمه، انا بالنسبه لي دول هيسرحوا شعرهم ويلبسوا تيشيرت ويصوروا. انت بالبيجامه يعني انت لو انت قاعد انا بقى قوم البس بقى والف الطرحه. انا مثلا واحد من الناس، انا عندي فيه معضلات كتيره في التصوير ده بالذات. ايه بقى؟ لان انا صورت مئات الفيديوهات. ايوه. ففكره ان انا لو الاستوديو بتاعي مش جاهز دلوقتي، فانا في دماغي يا لهوي ده انا لسه اشغل الموبايل واشحن المايك واشحن الكاميرا، كل اللي انت بتقوله ده بلس، ولسه اشغل الاضاءات وانني ما ده عندي برضه. لا بقول لك مش عايزين نتكلم في الحته دي. ما ثانيه واحده، اصل انت بتحضر. انا عندي رينج لايت بجيبها وبعملها وبحطها. عندي حاجه بشيل. ايوه ما هو انا دلوقتي عشان اظبط القعده دي ما بصحاش كده افتح واصور. ايوه اكيد. انا بعمل قعده من الاول وجديد كل مره. انت عندك اوضتك موجود، انا بعمل كل مره استوديو جديد. طب اقول لك على حاجه، انا مثلا دلوقتي احنا بنصور مثلا ايه، احنا بنصور بالكات. ايوه. فانت عشان لازم ما تقولش ان انت معفن وما عندكش هدوم، لازم تصور بكذا لبس. ايوه. فانت بتظبط جنبك 5 هوديز بالميت، فاهم؟ عشان تغير من كل فيديو والتاني. ماشي. انا بقى بظبط 5 وعليهم انت يعني على الطرحه كل واحده تحتيها بندان. الحوار كله ده على الطرحه ومن انا ولا عامل 10 فيديوهات بنفس الهودي. طب عشان بس انتوا يعني، بس عشان اخلص الحته دي، انتوا كل اللي بيفرق معاكم ان انتوا تظهروا قصاد الكاميرا بمنظر ما تجيبوش فيه التهزيق من الاخر، لا ليكوا ولا لاهلكم. لا هي مش حكايه تهزيق. احنا يعني انا بعتبر نفسي مش هقول قدوه، بس انا بحب لما حد يجي يشوف البنت دي بنت بتتكلم، انا مركز على اللي هي بتقوله، انا مش عايزه اركز في حاجه تانية في الفيديو غير اللي هي بتقوله. انا بس عايزه معلومه سكتش بتاع. دينا كان عندها فيديو وقفته ما نزلتوش، كانت المفروض تنزله عشان خاطر كان شكلها ايوه هي شايفه نفسها حلوه قوي. هي شايفه نفسها حلوه قوي والله العظيم، شايفه نفسها. لا مش هنزل، اصور من الاول تاني يا دينا. لا انا شكلي حلو قوي، هجيب لنفسي معاكسه يا دي. ماشي والله العظيم وصورته من الاول تاني ومنتجته من الاول تاني. كان فيديو يوتيوب للاسف. وتقول شكلي حلو قوي. طب ما ماشي، لا هتعكس
لا الناس هتفهم غلط. هو كان الميك اب تقيل شويه، الميك اب كان تقيل. كان تقيل شويه، وانا كنتش واخده بالي انه طالع كده في الكاميرا، كان طالع تقيل ميك اب سهره، فانا ما كنتش عايزه ايه، لا انا مش طالعه احط ميك اب، انا طالعه اقدم حاجه. فبعت لهم قلت لهم يا جماعه المنظر، قالوا لي لا ما ده راس السنه وشكلها امسحها، صورت تاني وقمت صورت تاني غلط. نشوف بقى على وجه اخر تعامل الولاد مع الكومنتات، ورينا. الكومنتات الوحشه. وهنبتدي بايجي. الحمد لله. وبسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواتي حبايبي واخواتي. ايه بالظبط الحاجه اللي عايز تسالها في هقول لك الموضوع عليها. متفرع؟ لا هو مش قصه متفرع، تمام، بس انا هدي لك حاجه سبيسيفيك قوي. ماشي. ايجي انت اكتر واحد الله اكبر عندك سبسكرايب على اليوتيوب، وهم على ناحيه تانية قالوا ان اليوتيوب ما بيجيبش الشتايم. هل الكلام ده حقيقي يا اسطى؟ عشان انا عارف بلاوي بيجيب، بس اليوتيوب فيه 2 اوبشن حلوين جدا مختلفين عن اي منصه تانية. حلو. اول حاجه انا اقدر اي نوع شتيمه او اي كلمه شتيمه اخش احطها في الهيدن ووردز وهو يقعد يشتم براحته مش هتظهر. تاني حاجه في اوبشن، لا سيبك من تزويد الحروف بقى، ما انا جاي لك في الكلام. مش كله هيزود حروف. زائد عن كده هو اليوتيوب اصلا لو انت نزلت الفيديو وخليتيه اللي هو بتشددي على التعليقات، اي حاجه غريبه هو شايفها غريبه هيقفلها على طول، مش هيخليها. فانت مش هتلاحظ ان في شتايم وبتاع الا بقى لو حاجه عليها كلام بقى كتير. بس جالك شتايم؟ بيجي بس خفيف، مش زي بقيت بقى منصات بالذات الانستجرام. طب حلو، على ان انا هسألك، انت جالك كومنت هسألك نفس السؤال، انت جالك كومنت خلاك تفكر ان انت تسيب اصلا المجال؟ لا خالص. تمام. طب صعبت عليك نفسك فيه؟ لا برضه لا خالص. لا. وده دليل على ان جلدنا تخين. الله اكبر. مفيش كومنت خالص؟ لا انا في العادي كنت برد على الكومنتات. ماشي، لو واحد سخيف من الشارع جاي يتكلم اخش ارد عليه عادي، مفيش مشكله. هتركبه مسرح؟ بالظبط. هو بقى عايز يستظرف بزياده، هعمل له بين فوق، والناس بقى ايه هتقول هتعمل مع الواجب، هتعمل مع الصح بجد يعني. لكن غير عن كده بس ما حسيتش في اي مره بان اي شتيمه جات لك اثرت فيك نفسيا؟ مش نفسيا، هي بتاثر بشكل لحظي. بعد كده بنسى الموضوع عادي كده. بيصعب عليك ان انت مثلا والدك او والدتك يتشتموا من شخص بياكل منجايه بشورت لا اصلا انا بتخيله بدماغي والله. لا هو واحد جبان وقاعد ورا الكيبورد عمال بيشتم وبتاع، خلاص يعني مخ على قده. شايفك اقول لك ايه طيب، مخك على قدك. اصل انا لما هخش بقى ارد عليك وادي لك قيمه، انت مالكش قيمه، فانا هدي لك قيمه ليه؟ انت انسان مالكش لازم في الكوكب، قاعد بالشورت وبتاكل المانجا تحت البطانيه ما بتعملش حاجه، خلاص مش فارقه يعني. انا هوقف المشوار بتاعي او هوقف نجاحي، هوقف الحاجه اللي انا عايزها عشان كومنت الواحد. انا مش مهتم برايه، انا ههتم بالاراء اللي بتشجعني. ولما طلعت قبل كده حتى وقلت يا جماعه ده في كومنتات مش عارف ايه، وبين لهم برضو انا مش زعلان، انا فعلا عادي قشطه. ناس كتيره بقى بصراحه لا ما تركزش على الناس السلبيه، سيبك منهم وبتاع، ومين ده اللي بيشتم ايجي، مين ده اللي الناس اللي ايه حبايبي والله السخنتين دول ولاد الصغيرين بحبهم. فلا ما تخليش الموضوع يعني ياثر عليك بالشكل اللي هو لا انا مش هكمل تاني ومش عارف ايه، ولما بلاقي بحظ بقى شتيمه امسح على طول، مش هكمل الكومنت اصلا، مش هخليه عندي بس. طب نشوف بقى اكتر واحد اتشتم في التيم ده عشان منبيس عمو. اكتر واحد اتشتم عملت ايه اول ما اتشتمت في الفيديو اللي انت حكيت عليه المره اللي فاتت؟ لما لقيت الشتاوى الاول انا لقيتهم بيقولوا لي منبس عمك. وانت مش فاهم؟ كنت فاكر شتيمه بالام، مش فاهم هو قصده ايه، انا عايز اشوفه دلوقتي. فهو الاول انا ما كنتش برد في كومنت وبتاع، كنت بركبه من مسرح بس بفيديو مثلا عليه مثلا قال كومنت، راح داخل قال بص شايف مناخيره عامله ازاي بيتكلم عليه بتتنمر عليه. وبعد كده ما بقتش برد او ما بقاش فيه حاجه بيجي، لان الناس عرفت ان انا انسان كويس ودمي خفيف وبقوا بيحبوني. يعني ما جالكش اي كومنت خلاك اللي هو ايه انا هوقف شغل؟ لا جالي كومنت خلاني اضربه لما شفته في ايفنت ماشي. دي نقره ودي نقره. يعني انا مثلا بتبقى مشكلتي مع الكومنت اللي هو انا شايف حاجه مكتوبه انا ولا انا قادر اشوفك اضربك ولا انا قادر ارد عليك لان الكلام بتاعي يتمسك. يعني انت فعلا كنت عايز تضربه؟ هو يعني وفي واحد زنقته في مره في ايفنت بس يعني ما وصلتش للضرب، بس اتزنق وقعد يتاسف وبتاع واللي هو انا والله بحبك. دي اخرة اللي انت تفتكر ان بتوع الكونتنت كريتور دول فرافير؟ لا دول مقطعين بطايتهم. الموضوع ابسط من كده كتير. وفكره الكومنتات بصراحه انا بحس اللي هو يستكتب اللي انت عايزه والله يا ريتش ما يضرش، انا كده انا عارف انا على ايه وبعمل ايه ومش مستني رايك بصراحه، انا بقدم الحاجه لان انا شايفها بالنسبه لي حلوه قوي الجمله دي. يعني انت اساسا لو حتى ما كتبوش كومنتات ولا قعدوا يسلسفوا فيك في الكومنتات مش هيفرق معاك؟ لا عادي
انا قعدت فتره كبيره جدا ما بيجيش اي كومنتات او بقفل ساعات الكومنتات، لان مش عايز اي راي مثلا هنا. انا بنزل الفيديو لان انا عايز انزله، شايف الكونتنت اللي انا عامله دلوقتي حلو فانا هنزله بس. لكن كرأي مستنيه من بره لا، بصراحه انا بنزل اللي عاجبني بس. حلو العقليه دي. شكرا. طيب بص هبتدي معاك بقى ريسايكل جديده بسؤال جديد. بص يا معلم، دلوقتي في حاجه كده الناس بتتكلم عليها في الفتره الاخيره، ان الايفنتات المصريه بقت ايفنتات اي كلام. عندهم حق والله عندهم حق. بس اقف عندك، لو عايز تعرف ليه مورجان قال كده يبقى اكتب لي في الكومنتات، نزلي المقطع الجاي بسرعه يا ايه. ولو عايز تعرف اي اخبار عن فان داي ATU كلاود، لا استنى بجد المقطع الجاي لانه جميل جدا. وانتظرنا بقيه شهر رمضان في مصطبة الاوتاكو باذن الله. واكتب لي في الكومنتات ايه رايك في تعامل كل واحد فينا مع الكومنتات السلبيه. وعايزه انبه، انا مش بتبقى نيتي خالص ان اذي مشاعر حد لما برد عليه في الكومنت، ولو حد في يوم من الايام زعل مني سامحوني. وانزل على الديسكريبشن وروح اتفرج على اول فيديو نزل من مصطبة الاوتاكو، واتفرج بقى على كل فيديوهاتي عشان اقسم بالله بعمل فيديوهات جامده. ولو وصلتوا المقطع ده ل1000 لايك هزود لكم من مصطبة الاوتاكو. وقول معايا يوش ايكيماشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.